بتاع حضرتك ما شاء الله لسه صغير يعني على مش قوي مش يعني لا يعني سكسسفل في سن صغير يعني. ايه اللي اكسلريتد الموضوع ده اللي خلاه يعني يوصل ان هو بسرعه بص الموضوع مش بس ان هو مش حكايه السرعه. هي دايما انا بشوف ان الفيجن او اليقين ان انت ازاي يبقى عندك يقين وعندك ثقه ان انت تقدر تنجح. يعني اللي بينجح واللي بيثبت ده واللي بيقدر يستمر في النجاح ده اللي كان مؤمن من جواه ان هو قادر انه يحقق حاجه. يعني انت وارد ان حد يديك فرصه تستغلها، لكن ما يقدرش يديك الفرصه وانت ويستغلها لك. انت لازم من جواك تبقى انت اللي انت عايز كده، عايز انجح. ده شعور بينتابك انت من جواك، ده احساسك. بالرغم ان ممكن كل الناس اللي حواليك تبقى مش بس بتقولك ان انت مش هتقدر، لا ده ممكن تبقى بتحاربك. على فكره حتى اقرب الناس ليك، يعني مامتك في البيت وانت بتذاكر وتلاقيك سهران وتعبان، تقول لك حبيبي كفايه انت تعبت ريح شويه يا حبيبي، افرد ظهرك يا حبيبي. عارف انت الجو الامهات ده. فالناس دايما بتقيسك بتقيمك على تجاربها هي الشخصيه، ودايما بيبقى عندك ريفرنس. فانت شايف ان بابايا كان في وضع معين، اخويا الكبير، الناس اللي حواليا، فبتفتكر ان هو ده السيلينج وهو ده سقف الطموحات اللي انت تقدر تحققه. فمن صغري كنت شايف ان مفيش سيلينج، وان اللي بيحدد السقف ده وبيحدد الليمت ده هو انا. فكنت بتحدى نفسي ان اي معوقات او اي حاجات شايف انها ما تساعدش ان انا ممكن انجح، كنت شايف ان ده كلام فارغ وكلام مش حقيقي. وكنت عندي جوايا يقين ان مادام ربنا سبحانه وتعالى ما قالش انه ما ينفعش يبقى ينفع. مين اللي قال؟ يعني لما بيجي حد ينصحني ويجي يقول لي لا مش هتقدر، ده ما ينفعش، انت المفروض هتتخرج من الجامعه تروح تشتغل 2-3 يبقى عندك خبره في مكتب معين وبعد كده تعمل ماسترز وتعمل كده. مين اللي قال ده؟ حضرتك او حضرتي. كل واحد بينقل لك تجربته الشخصيه، لكن اللي نجح معاك مش وارد او شرط انه ينجح معايا انا. فبالتالي انت اللي عارف الكواليفيكيشنز بتاعتك. وزي ما قلت لك مادام المرجعيه بتاعتنا مرجعيه فيها يعني غير قابله للجدال، فهي مرجعيه ربانيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، وقال لك انا عند ظن عبدي بي. فانت حاجه دي ما بينك وما بين نفسك. انا عارف اني هقدر، وعندي النيه الطيبه ان انا ابقى بشتغل وببذل كل المجهود، وعمري ما هوفر اي افورت اقدر ابذله. فبالتالي انت اللي بتحدد الليميتس بتاعتك. طب هو بروسس الشغل بدأ ازاي؟ يعني احنا عارفين حضرتك خريج MIU صح؟ اركيتكتشر MIU. وكان ايه بقى الستبس او بدأت ازاي في الشغل عامة؟ بص انا اتخرجت من الجامعه وكنت شاطر في الجامعه جدا. هما كانوا عايزين اكون اسيستنت تي ولكن انا ما كنتش حابب ان انا الموضوع الاكاديمي. كنت حاسس نفسي بقى ان انا عايز الرمل والاسمنت والشقه والمرمطه دي، فما كنتش حاسسني ان انا انفع اكون اكاديميك خالص ومعايا شنطه وبدله وراجل محترم في نفسي كده. لقيت نفسي يعني، فقررت ان انا عايز اشتغل لوحدي. وده اللي بقوله لك ان ده عكس التفكير المنطقي واللوجيك لمعظم الناس. طب تشتغل لوحدك ازاي يا ابني؟ انت لا باباك راجل مهندس فتروح تشتغل معاه في مكتبه، ولا انت عندك الاكسبيرينس الكافيه انك تعمل حاجه لوحدك، ولا حتى معاك الفلوس انك تبدا يعني. فكل العوامل مش منطقيه. لكن زي ما قلت لك الريفرنس بتاعي كان مختلف شويه، اللي هو مين قال؟ وما دام ربنا ما قالش فكلكم دي اراء قبل انها تكون غير صحيحه بالمره. طب هعمل ايه؟ قررت ان انا هعمل شركه سميها هاني سعد انوفيشنز فيرتشوال كده، مفيش حاجه اسمها كده. وطبعا في الوقت اللي انا بدات فيه ده ما كانش فيه لا انستجرام ولا فيسبوك ولا الحاجات دي خالص. تقريبا يعني سنه كام؟ 2003. فما كانش لسه فيه الحته بتاعت السوشيال ميديا وان انت بتعمل بوست في مليون واحد يشوفوه، الكلام ده ما كانش موجود. طيب هعمل ايه؟ عملت ديزاين عندي انا في البيت لوجو اسمه HSI هاني سعد انوفيشنز، وعملت عنوان البيت بتاعي، عنوان بيتنا، ورقم تليفون البيت، ورقم موبايلي، والايميل @hotmail بتاعي العادي. ونزلت رحت مطبعه في ميدان الجامع
طبعت 10,000 كوبي. عشان اعمل ايه؟ عشان انزل اوزعهم على البوابين. انزل كل يوم الفجر اروح اعدي على كل المباني واللي موجوده في طريقي، مبنيه لكن مش متشطبه، عماره بقى، فيلا، مكتب، ايا كان، واروح للبواب بقول له صباح الخير، انا راجل مهندس ديكور وبشطب، وده رقم تليفوني لو صاحب البيت عايز يعمل حاجه وانا عايز اشتغل. الحقيقه قعدت 6 شهور بوزع الفلايرز دي، ما جاليش ولا مكالمه الحقيقه ولا حد عبرني خالص. وكان في الفتره دي عليا ضغط بقى، لان بالنسبه لكل الناس اللي حواليا اللي انا بعمله ده مش منطقي ومش صح، وكان زي ما تقول كده يعني شمتانين فيا، يعني اللي هو يعني طب مش انت قلت انك هتعمل كده، طب ورينا بقى هتعمل ايه. فكان الموضوع يعني في تحدي، ان انا حاسس ان عايز اثبت حاجه ولكن هي عكس فكر كل الناس اللي حواليا، حتى اقرب الناس ليا. ف كان الموضوع صعب. وبعد ما عدى وقت كتير وحسيت ان انا فعلا ما حدش كلمني، وجايز يعني مش بقول انا يعني اكون الفذ الفظيع اللي شفت يعني حاجه ما بتتعملش وفي اجماع على كده. وكنت بتعب يعني، كنت بنزل فعلا ممكن من الفجر ارجع بالليل مش قادر اقف على رجلي من كتر ما انا يعني لفيت على الحاجات. بعد ال6 شهور دول طبعا انا كنت كلمت كل الناس اللي اعرفهم، اي حد اقول ما عندكش حد صاحبك عايز يعمل حاجه. كان كل همي ان انا يبقى عندي اي شغلانه ابتدي فيها، بدايه بس اي حاجه ابتدي في اي حاجه، لحد ما وصلت اني يعني قربت اكون يئست او حسيت ان انا كنت غلطت. فابتديت اعمل CV. لو حسيت لا انا واضح ان انا كده، فقلت انا هعمل CV وبعمله وانا مش مقتنع ومش حاسس ان انا يعني. وانا بعمل الCV ده قبل ما اكمله لقيت واحد صاحبي بيكلمني في التليفون، قال لي بقول لك ايه، انا اخويا بيعمل فيلا في التجمع الخامس وعايز مهندس ديكور، ما تكلمه. فرحت مكلمه قلت له انا كده. قال لي طب تعالى لي مكتبي. رحت له مكتبه. قال لي طب انت عملت ايه قبل كده؟ قلت له ما عملتش حاجه، ما عنديش اي حاجه خالص. قال لي طب انت فين مكتبك؟ قلت له ما عنديش مكتب. فقال لي يعني هو شتمني يعني انت بتجرب فيا. قلت له بص انا بجرب فيك، هعمل معاك ديل ظريف جدا، انا هعمل لك الديزاينز وكل حاجه ببلاش، عجبتك خليني اشتغل، انا مش عايز فلوس، انا عايز بس يبقى عندي شغلانه. كان كل همي ان انا يبقى عندي ريفرنس افرجه لحد تاني، يبقى عندي اي حاجه. وفعلا رحت ورفعت المقاسات وعملت له ديزاين ووريته له وعجبه. كنت شغال مانيوال يعني، حتى مش اوتوكاد ولا حاجه ديجيتال خالص. عملت له عجبه تمام. اي طب يلا ننفذ. طب انفذ ازاي؟ ما اعرفش بينفذوا ازاي. بتنزل الشارع الف في الشارع الاقي مثلا موبايل محاره ولا حاجه شغاله على وجهها، اروح انزل له السلام عليكم يا حاج بكام؟ يقول لي هو ايه اللي بكام؟ انا مش عارف ده بالمتر ولا بالكيلو ولا ايه. ف بدات كده، الكهربائي يجيب لي نقاش، النقاش يجيب لي نجار، النجار يجيب لي سباك. وكان مكتبي هو شنطه عربيتي حاطط فيها العينات، عامل كده زي عبد الغفور البرعي بلم العينات من الشارع. كانوا السبلايرز في وقتها والناس ما بيقدوش يدوني سامبلز، يعني عايز عينه باركيه، عايز عينه حاجه كهرباء، يقول لي بنبيعها ما بنديش سامبلز لحد. فابتديت الم السامبلز بقى كلها اقدر عليها كلها واحطها في كرتونه كده في شنطه عربيتي، ويبقى هو ده. بدات اشتغل في الفيلا دي. رحت عامل بقى يافطه ظريفه شكلها كان لونها احمر كده، فلون اكسنت جدا، وكاتب عليها اندر كونستراكشن، وحاطط برضو تليفون البيت والموبايل والايميل بتاع هوت ميل. بس كنت منظم جدا وحافظ جدا على السايت، حتى بشون الحاجه بنظام ونيت. فجاء الراجل الفيلا اللي جنبها لاني شغال، قال انت كويس، انت مكتبك فين؟ مفيش مكتب. طيب بقرشين ساغ. فبدات من ولا حاجه لقرشين ساغ، وهكذا شغلانه في الثانيه في الثالثه.